هند القحطاني تسيء للمسلمات خلال توجهها إلى المسجد، وتصرف غير متوقع من سامي الشمسي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك. أثارت السعودية هند القحطاني تفاعلا واسعا بعد ظهورها وهي متوجهة لأداء صلاة العيد برفقة زوجها، حيث ارتدت عباءة وخمارا يغطي الوجه، موضحة أن الهدف من ذلك فقط هو عدم لفت الانتباه إليها أو التعرف عليها من قبل الآخرين. وخلال حديث دار بينها وبين زوجها، علق زوجها على هذا الأمر بطريقة لفتت انتباه المتابعين، مشيرا إلى أن السبب لا يتعلق فقط برغبة في التخفي، بل أيضا لأنها وضعت أحمر شفاه، وهذا أثناء توجهها للمسجد. أول مرة أشوفني بالنقاب كذا، مو نقاب حطيت كمام، يعني بكون متخفية يعني. مو تزعل أنا حاطة روج وهو ما يحب إني أحط روج. لا بس في المسجد، خلاص حطيت كمام، قلت يلا يا بنت حطي كمام لا أفهم إزاي إنسان يروح يصلي ويبقى حاطط روج، بصراحة شيء مؤسف. وأثار هذا الموقف بالطبع حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر المتابعون أن ظهور هند القحطاني بمكياج أثناء توجهها إلى المسجد لا ينسجم مع قدسية المكان وحرمة الشعائر الدينية، ورأى البعض الآخر أن تصرفها يسيء إلى صورة المسلمات، رغم الأمر ده يمثل نفسها فقط. أي إنسان بيعمل حاجة غلط تمثل نفسه. وقالوا أن الأجواء الروحانية في هذه المناسبات لا تتناسب مع ما تفعله هند القحطاني. وقد تصدر خلال الفترة الماضية زواج السوري سامي الشمسي من حبيبته مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، وظهر الثنائي خلال جولة مميزة داخل طائرة خاصة، حيث فاجئ سامي بطلب هند للزواج مقدما لها خاتم الخطوبة في لحظة رومانسية لقت انتشارا كبيرا. بكرة تفضلوا.